كشفت مصادر محلية من مدينة طنجة أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة أحل سيدة تنحدر من بمدينة العرائش على السجن المحلي بطنجة، وذلك بعد أن تم إنهامها بارتكاب جناية القتل العمد بعدما صبت مادة حارقة على الجهاز التي ناسلي لمواطن ذو جنسية نيجيرية. إلى ذلك، كتب محمد بلمهيدي رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تدوينة على صفحته بالفيسبوك، قال فيها إن السيدة قامت بإضرام النار في الغرفة التي كان يقطن بها المواطن النيجيري بأحد الفنادق غير الصنفة بالمدينة القديمة. وأضاف أنه الضحية تم نقله إلى مدينة طنجة لتلقي العلاج، ولكن وافته المنية يوم الأحد الماضي. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المشتبه فيها بشارع عقبة بن نافع بنفس بطنجة الأربعاء الماضي، وقامت بوضعها تحت الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.